ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير، وحشتوني جدا. انا اتكلم معاكم على اغنيه فيديو كليب بيعرف احمد سعد واحمد زعيم ومندرو. لسه نازله كمان حبه حلوين، يلا بينا. انا قلت النهارده اتكلم معاكم على فيديو كليب واغنيتي عراف. الاغنيه يا جماعه هي من كلمات محمد الفقي ومن الحان احمد زعيم ومن توزيع توما. كفيديو كليب كده بشكل سريع عشان اقول لكم رايي في الفيديو كليب. لما شفته في شغل جامد قوي، تصوير عالي جدا. المخرج اللي عملها مخرج جديد، يعني مخرج انا اول مره اسمع اسمه، يعني بوجه له تحياتي من خلال الحلقه دي لو شافني او بيشوف الحلقه. عامل يا جماعه شغل حلو جدا كتصوير، بصراحه متصور بره بطريقه شيك جدا، الكادرات متاخده مظبوطه. بصراحه يا جماعه 100 100. انا طبعا مش دارس اخراج يعني ومش فاهم بشكل كبير قوي بوجهه نظري او بخبرتي المتواضعه، يعني ان انا بقول لكم بس رايي في الحاجه اللي انا شفتها، وممكن انت تختلف او تتفق معايا على حسب كل واحد فينا رايه، وانا بحترم كل راي واحد فيكم. شايف ان الكليب كان معمول كويس جدا، مصروف عليه بطريقه جامده قوي. شايف كمان ان اقوى صوت بصراحه في الثلاثه احمد زعيم يا جماعه، والله العظيم مش مجامله، هو مش عشان صديق ليا على فكره، هو احمد زعيم صديق ليا اساسا، وهو بصراحه من الناس المحترمه جدا ومش مجامله فيه والله ولا في حد. عامل الحان كويسه جدا في الاغنيه. احمد زعيم يا جماعه الحانه على فكره من زمان كانت موجوده مع مطربين كتير، اصاله وتامر حسني، وكانت مؤخرا عمرو دياب وفنانين كتير قوي. يعني يا جماعه هو اصلا ملحن جامد، وصوته برضه من الاصوات الجميله جدا اللي بتفكرني بفضل شاكر. يعني يا جماعه صوته فعلا فيه من ريحته شويه. هو بصراحه يا جماعه صوت كويس قوي وبحبه انا جدا. هو يا جماعه كان عامل البوم من شركه النجوم ريكوردز، كان الانتاج بتاعها. الالبوم كان اسمه تقريبا اهو كان نازل في 2018، وانا شايف ان هو كمان ما خدش حقه كفايه. هو يا جماعه ملحن جامد، بس في موضوع الغنى شايف ان هو لسه قدامه اكتر، وان هو يكمل وان هو يعمل كل ما عنده حلو، عشان هو بصراحه يا جماعه صوت جميل جدا. انا من الاصوات بصراحه اللي انا بحبها قوي. الاغنيه كالحان كانت بصراحه الحانها جميله جدا. حتى يا جماعه برضو كلام محمد الفقي كانت حلوه. الاغنيه يا جماعه هي دراما، ان هي بتتكلم عن اللي هو فارق حبيبته ومش لاقيها وعمال يدور عليها، وغيابها عليه طول، وان هو بيدور عليها وبرضه مش لاقيها في وسط الناس دي كلها. والحكايه اتحكت بثلاث مواقف مع احمد سعد ومع احمد زعيم ومع نوردو. هي اتحكت معاهم هما الثلاثه بشكل حلو جدا، والتصوير كان رائع بصراحه، والفكره كانت ممتازه. شايف ان هو برضو ان احمد سعد كان من الاصوات الحلوه في الاغنيه، بس الاصوات اللي كانت اقوى في الاغنيه شايف ان احمد زعيم هو اللي كان مسيطر قوي بصراحه معاه في الاغنيه دي. كان عامل شغل عالي قوي. مندرو تقريبا مطرب تونسي، بس هو على فكره مشهور جدا في تونس وليه اغاني كتير جدا برضو. انتوا لو دخلتوا وبحثتوا عنه هتلاقوا عنه على فكره اغاني كتير جدا، لو في مصريين مش عارفينه. اداؤه بشكل كان رائع جدا. معاه كان عمل محترم جدا، والعمل ده تقريبا اتاجل بقاله كان سنتين او سنه ونص. كان من ما بين الفترتين دول كان في برومو نزل، وبعد كده كل حاجه وقفت. ما اعرفش بقى اتاجل ليه، ممكن عشان يجهز او كده. وفي حركه بصراحه انا احترمتها جدا في الفيديو كليب وعجبتني، ان يا جماعه اتعمل في البدايه انترو وبعد كده اتعمل نهايه. يعني انت اتعمل لك بدايه يفهمك القصه ماشيه ازاي، وبعد كده عمل لك في الاخر النهايه بتاعه الفيديو كليب او القصه اللي اتعمل عليها الاغنيه. فبصراحه يا جماعه دي حاجه تحترم جدا، سواء فكره المخرج او فكره حد فيهم بصراحه من المطربين دي، ولطيف. وشايف ان هو بصراحه يتكرر كتير جدا الفتره اللي جايه. انا بحب بصراحه صوت احمد زعيم جدا، وشايف ان هو من الاصوات اللي فعلا مظلومه ومحتاجه ان هي تعمل شغل اكتر من حيث الاغاني. هو يا جماعه كملحن بصراحه معدي، يعني هو مش محتاج. هو يا جماعه ملحن بصراحه شاطر وكبير، بس ان هو يعمل يا جماعه شغل اكتر واكتر. احمد سعد برضو نفس الكلام، يعني السنه اللي فاتت او اللي هي سنه 2022 عمل كذا اغنيه، مش عدد كبير بس كان طالع ترند، وكان عامل ارقام كويسه جدا، عامل نسب استماع كويسه، مع انه هو عمل اغاني عددها قليل، بس كان عامل شغل كويس وكان ظاهر بصراحه السنه اللي فاتت. فيا جماعه انا مبسوط جدا بفكره الفيديو كليب. شايف ان بصراحه الفيديو كليب والاغنيه بشكل عام كانوا كويسين جدا. اقوى حاجه بصراحه يا جماعه في الاغنيه كانت الكلمات والالحان، والتوزيع كان حلو جدا من توما. على فكره توما برضه يا جماعه بيعمل توزيعات قويه جدا، مش شرط ان هو بيليق في الاغاني التكنو او مقسوم، بس الراجل هو عامل دراما شغل يا جماعه بصراحه بيليق في كل الاحيان على اي وضع. وشايف كمان ان الاغنيه هتعيش كتير جدا، مش هتتنسي. يعني الاغاني دي لو اتظلمت هتبقى حرام جدا ان هي معموله بطريقه احترافيه قوي، سواء الفيديو كليب او الاغنيه.
عايز اعرف رايكم ايه في الكومنتات. انا عايز اعرف يا جماعه قولوا رايكم ايه في الفيديو كليب وفي الاغنيه، وانا هحترم رايكم كلكم. وده اللي كان عندي النهارده. لو انت لسه جديد بتشوف اشترك وفعل زر الجرس واعملوا لايك عشان كمان في المحتوى اللي بقدمه اكتر واكتر، وشاركوا في كل مكان لكل اصحابكم وتقدروا ما تنسوش. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. شكرا.